طيب خلينا نقول ان التوتال ده من هنا لحد هنا تقريبا مثلا 5 أو 4.5 مثلا تقريبا. ده متر ونص، ده متر ونص، وده متر ونص. اوكي. لا الاثنين. لو انا قلت ان ده متر ونص فانا بتكلم ان المسافه اللي هنا دي تقريبا 80 من 80 لمتر، يعني تقريبا ده 30 وده 30، فانا قلت كده هيبقى ده متر 60. هنقول ده تقريبا متر 60 متر 60 متر 60، وده 30 وده متر. ماشي. لو احنا قلنا كده هيبقى الدنيا لطيفه. طيب تعالوا هنا بقى هعمل ايه؟ هرسم بوكس. ده العمود. تمام. العمود ده كام؟ انا قلت لسه من شويه العرض بتاعه متر 60، الارتفاع بتاعه تقريبا 3 متر، thickness 0.25 او 0.3. حلو. هاخد نسخه منه بالسناب كده هنا، ونسخه تانية هنا. تمام كده انا جبت الايه، العمود بالحيطه، المقاس بتاع الحيطه دي كلها. الحيطه دي كمان داخله لجوه 30 سم. يعني لو انا هقول ان ده كعمق مش هخليه 30 بقى، هخليه مثلا 60. ونفس الكلام هنا هخلي ده كمان 60. طب ليه هعمل كده؟ علشان انا هدخل جواهم المكتبه اللي موجوده دي. انا هعمل واحد وبعد كده اعمل له كابي. هعمل ايه دلوقتي؟ حاجه زي ده. انا عندي offset من فوق قد اللي على الجنب قد اللي هنا. من فوق الكورنيشه هي اللي واخده المسافه، بس تقريبا هتلاقي المسافات كلها قد بعضها، اللي هي اللي احنا قلناها ان هي كام؟ 30 تقريبا. همسك كل ده واعمل انسات قد ايه؟ 0.3 تقريبا هو ده. اوكي. وبعدين هعمل extrude لورا نيجاتيف 0.4 مثلا. اوكي تمام. لا هو مش باين اصلا، ف بالنسبه لي اوكي يعني، بس غالبا في وزره كمان فمش هتحتاج ننزل حاجه. اوكي. فكده ده انا عملت الايه، الجزء الاولاني اللي هو هيبقى من هنا في كورنيشه هتغطي على جزء كبير منه، وبعدين في هنا 2 ريساسز كده. تمام. الريساس ده هعمله ازاي؟ ليه ما عملناش كذا انسات من الاول والاكسكلود اللي جوه خالص؟ ما عنديش مشكله. تعالي نرجع هنا كده الاسهل زي ما هي بتقول. خلينا نعمل 0.15 وبعدين نعمل له ابلاي كأمر. اوكي. extrude -0.4. كده انت لو دوست F4 يبقى عندك القيمه اللي هي بتتكلم عليها. اسهل بكتير ان انا ايه اعمله بالشكل ده، بس هو كان مكمل للاخر غالبا، صح؟ لا ما عنديش مشكله، لان احنا كده كده اصلا هيبقى في كورنيشه. فغالبا لو عملت اكسترود دلوقتي وفتحت المسافه دي ورجعت بده لورا كده، الكورنيشه هتيجي تقفل من هنا، ومن تحت هيجي الوزره تقفل عليه. فكده اوكي. وده هنعمل له اكسترود لبره كده. اوكي تمام. هحتاج اعمل من هنا كده بوكس عادي خالص، ممكن تدخل بيه سنة صغيرة عشان ما يحصلش تقابل كده، وارجع بيه اكتر لحد ما يقفل لك الضرفة اللي هتبقى موجودة هنا. بص عليها هتلاقي في ضرفة تحتيه بالظبط. يعني انا ممكن اخد من ده نفسه كابي
واديله هايت هنا عشان يسلم بالظبط مع الجزء ده. اقلل الهايت شوية، احوله edit poly، وهمسك الايدجز دي واعمل connect. اوكي، extrude. اوكي خلاص، هي اصلا طالما ضربة مقفولة فمش هتفرق معايا في حاجة. هنبقى نجيب accessories من اللايبرري، ممكن نحطها هنا من اللايبرري، مش هتفرق معايا اي accessory لو انا عايز شكل يد معينة يعني. نفس ده هاخد منه 1 2 موجودين فوق، هاخد كابي من ده هنا ونسخة تانية فوق. جروب. اوكي، وهقفل الاكس كونسترين وهمسك ده من هنا بشيفت كده، اخد نسخة منه الناحية التانية. هنا هرسم بوكس تاني على قد البوكس اللي موجود عندي ده، وهعمل ايه؟ بروبولين. ممكن بس قبل ما اعمل بروبولين اوسعه شوية علشان لو حبيت ان يبقى العمق بتاعها كبير شوية. اروح لكومباوند اوبجكتس، بروبولين، ستارت بريكنج، وافك ده. خلاص كده دي الايه، الجزء اللي انا هعمله في دي، صح؟ طيب حلو قوي، انا خلصت كده الجزء ده كله. انا محتاج اعمل الحيطة دي والحيطة دي، عبارة عن ايه؟ بوكسز، مفيش اي حاجة فيهم. هرسم بوكس كده. اوكي، هسناب من هنا لهنا، وهاخد نسخة من هنا لهنا، هاخدها انستنس عشان لو انا عدلت في الهايت يتعدلوا هما الاتنين. اوكي، احنا كنا هخلي دول هنا كده. اوكي، هقلل بس الارتفاع بتاعي ل3 متر. هاجي من التوب وهحتاج اقفل ده كمان، و3 متر برضو الارتفاع بتاعه. ممكن طبعا اقفله بسناب لو انا حبيت، او ليترلي ممكن اعمل edit poly وامسك الفيرتكس دي وسناب كده. بس هشغل دلوقتي الاكس كونسترين عشان لما ارجع يسناب مظبوط كده، يسناب مظبوط هنا. عملت ليه كده؟ عشان اجيب لاين. ركزي معايا، خلي ده 2.5. ليه 2.5؟ عشان لما سناب يرسم على الجريد بوينت. انا كده عملت اللاين اللي انا هعمل بيه الكورنيشة بتاعتي اللي هيكون هنا. اوكي، وهطلع لفوق كده وهقول له والله تعالى سويب بروفايل، وهختار شكل كورنيشة وليكن مثلا زي ممكن تقولي جبنا السويت بروفايل دي فين تاني؟ دي موجودة هي هنا على طول موجودة؟ طالما سطبتها خلاص. اوكي، هحتاج ان انا اكبره شوية فخليه ماشي. هنقفل اللوك، هنخليه 0.15. خلينا بس الاول نجرب كده نموف ده. تهيألي مش محتاج اكبره عن كده.
ده نفسه هاخد منه نسخة لتحت كده عشان يبقى فيها الايه الوزرة. هنزل لتحت ممكن اجيب شكل اهي. طيب الوزرة هنا واقفة مع الكورنيش اللي هتيجي هنا، فهعمل ايه هنا؟ ارجع لللاين. لا ما تعمليش بروبوريان، الاسهل بالنسبه لي ان انا اروح اريفاين بوينت هنا وريفاين بوينت هنا وامسح الحته دي. تمام، واداني كده امكانيه ان انا اتحكم زي ما انا عايز بقى في ده بالشكل ده كده. حلو كده، خلاص انا عملت الجزء اللي هنا ده. اخر حاجه هجيب ريكتانجل واعمل له سنابنج هنا وهحوله edit sp line وامسك السيجمنت اللي تحت ده وامسحه مش محتاجه، وبعدين برضو سويب تاني. ايه يعني سويب لاين يعني؟ اوكي ما عنديش مشكله. هو كده رسمه لجوه عشان الاكس بتاعي وانا برسم كان مرسوم، كان الزد بتاعته لجوه، فهحتاج ان انا اروح هنا واقوم قايل له انا عايز الانجل تبقى 90 ديجري نيجاتيف 90 واخليه يبقى اللي بره بالشكل ده. فاهمين؟ وبعدين هفتح تاني ده وهحتاج اكبره شويه، فممكن اخلي السايز بتاعه 0.1 اكبر شويه كمان 0.2 كبير قوي خليه 0.15 تقريبا. هو ده الايه الموجود عندي. طبعا تقدر ترجع هنا لده وتقول له هات الفيرتكس دي وارجع بيها هنا والفيرتكس دي وارجع بيها هنا بحيث انها ما تبقاش باينه بالشكل ده. خلاص كده خلصنا. هاخد نفس الكورنيشه دي برضو تاني كابي او خلينا الاحسن ان احنا نرسم بالسناب هنا بوكس كده من هنا لهنا. وهرسم وهاخد نسخة منه تبقى هنا هقفل 2.5 دي بس خليها 3 وهاخد ده من الزد هنا كده. انا قفلت اللقطة بتاعتي. هطلع من التوب واخد كاميرا في-راي فيزيكال وارسم اللقطة بتاعتي كده. لا لسه. شيفت اف وهبدأ اظبط الايه اللقطة بالشكل ده. هو ده اللي ماسكه ده التارجت؟ كاميرا نفسها؟ 1.4 فتطلع بالشكل. هنا بقى عندي في الرسمة هنا يعني خلاص كده تقريبا كل حاجة ما عدا الجزء اللي في السقف ده. الجزء اللي في السقف ده هنعمله ازاي؟ بصوا الأسهل إن أنت تعمل إيه؟ ترسم ريكتانجل على السقف. يعني هاخد نفس السيلينج ده أهو، ده السقف بتاعي صح؟ بالظبط كده. بصي ده الأسهل. يعني أنا رسمت دلوقتي ريكتانجل على السقف من هنا
هرسم ريكتانجل تاني هنا كده اهو. وليكن مثلا متر في متر. شفت هاخد دول كلهم، حاول اوسطنهم بس كده. شفت حاول ده edit sp line. هاخد كابي منهم الاول. يعني هاخد منهم كنترول في كابي، وبعدين لما احول ده edit sp line هعمل attach لواحد بس. كنترول في بياخد كابي في نفس مكانه. فانا كده عملت كلاك عليهم كلهم. دول كده خلاص هما السيلينج بتاعي. هعمل اكسترود، فده كده بقى السيلينج بتاعي. وبعدين همسك دول وهيبقوا هما دول اللي موجودين جوه هنا، اللي هياخدوا السويب. هقف الكاميرا واعمل ايه عشان واقف برا. هعمل كليبنج وهدخل لجوه. طلعت اللقطة. هحتاج بس افتح الشباك عشان نشوف الإضاءة بتاعتي كمان، وهحتاج كمان اقفل مع العمق ده بقى. اشوف انا عايز عمق قد ايه، ايا كان العمق اللي انا عايزه. وهنا الشباك مش عارف كان شكله عامل ازاي. ده بلكونة، فهنحتاج ان احنا نيجي هنا كده. تقريبا احنا مش محتاجين مساحة كبيرة شوية. perfect compound objects propylene طالما انا مش هعدل فيها تاني. طبعا ده هحتاج ان انا ارجع هنا تاني و refine vertex هنا، و refine vertex مع نهاية ده. ينفع، بس الأحسن بالنسبة لي ده عشان أقدر أديت عليه كذا مرة ميحصلش مشكلة. تمام. نبدأ إن احنا ندخل الفرنيتشرز بتاعتي وأعمل الرندر. يعني هعتبر إن ده في الفرنيتشر، أو خلينا ندخل الفرنيتشر بالمرة نراجع على الفرنيتشرز بتخش إزاي. هعمل سيف للفايل ده. هعمل اللايتنج بتاعتها وبعد كده هاخد بريك. ما علينا. هختار فرنيتشر مثلا زي دي رقم 1. كل اللي انا هحتاج اعمله ان انا هروح افتح الفايل واختار 1 واقول له extract. اوكي. ممكن اعمل exclude. يعني ايه exclude؟ جبت ما عملت اول جروب بس ما كانش كله، كان لسه في جوه جروب، فجيت اعمل جروب ما كانش فيه. لا، لو مفيش ان جروب يبقى خلاص كده مفيش جروب. هو ما عملوها ازاي؟ يعني ازاي عملوا كذا اوبجكت مش جروب بس attach. عملهم attach مع بعض. انا دلوقتي لا عادي خش جوه الايديت بولي واعملهم دي attach. هعمل paste للمابس هنا.
وهاخد الفايل ده drag and drop. يس هعمل merge عشان انا كنت عامل الاوتو جريد فعمل ديتكت للحيطة اللي قدامي. المفروض انك ما تعملش اوتو جريد وانت شغال. هختار ده كده بالظبط هو اللي هيبقى موجود عندي. مهم جدا ان انا اعمل جروب ليه. اقول له align، اختار الارض، اقول له في الزد من minimum to maximum عشان يبقى align مظبوط على الارض. مش بتظبط معاكي؟ لا المفروض ان هو لو minimum to minimum هتلاقيه رجليه تنزل تحت، لو minimum to maximum لا المفروض يظبط. خليني اوريهاني. انا هنا اللايتنج بتاعي في السين ده ايه؟ sun، مفيش غيرها. هحتاج لايت في راي sun وهحط الsun بتاعتي بالشكل ده. هيسألني عايز احط environment، هقول له yes واروح امسك اللايت ده وارفعه لفوق. هنا اللايتس شوية blurred فمحتاج ان انا اكبر السايز بتاعي شوية. خلينا نقف جوه الكاميرا ونتشيك ريندر، بس بعد ما نظبط تاني البارامترز بتاعت الريندر. اختار في راي يس باكت 1.4.01 والجي اي راديانس ماب لايت كاش راديانس ماب لو واللايت كاش 500. هتشيك الريندر. مهم ان انا اعمل الجلوبال سويتشز من في راي جلوبال سويتشز اوفررايد ماتيريال وهنا اختار في راي ام تي ال. نعمل ريندر. اوكي احنا قلنا في حاجتين في السم ممكن اعملهم، ايه هما؟ قلنا السايز كل ما اكبره يحصل ايه؟ shadows to blurred الشكل ده كده اهو. هقول له 100 مثلا، ولو انا الخط الافق دوت ظاهر عندي بعمل ايه؟ horizon offset. اوكي ممكن بقى انور الاوضه بس من غير الشمس، من غير تاني منور الاوضه شويه. تنوري الاوضه من غير ما تنوري الشمس؟ الروتين بتاعي ما فيهوش لايت، ما فيهوش لايت، الشمس مش داخله جوه قوي بس الاوضه منوره. طب ما كده الاوضه منوره من غير. لا تنور كده الروتين بتاعي كله. ما عشان احنا ما رحناش هنا عملنا شاتر سبيد بتاع الكاميرا 50. انا عايزه كده وما نورتش معايا. لو حصل كده يا جماعه يعني الى الان بس وصلوا ان انتوا لا احنا بعد كده بنعمل حاجه هنا في الاكسبوجر ان انا ممكن المناطق الملسوعه دي اقللها شويه وازود شويه الاكسبوجر في اللقطه.